اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة هنعمل عصير قمر الدين بطريقة سهلة وبسيطة، والعصير ده من أحلى وأطعم العصاير. عصير قمر الدين مش هننقعه ليلة كاملة أو ليلتين زي الطرق التقليدية اللي احنا عارفينها، لأ، في خلال ساعة يكون جاهز. عندي هنا لفة قمر الدين. طبعا اللفة مش هعملها كلها، هعمل نصها، هنعمل نصها عصير وبعد كده نعمل نصها حاجة تانية. المشروب ده سهل جدا جدا، عبارة عن مية وسكر وقمر الدين. زي ما انتي عايزة بقى، ممكن تضيفي فيه عصير ليمونة زي ما انت عايزة، ده اختياري، حاجة هترجعلك. انا هاخد النص هنا زي ما احنا شايفين كده بالمقص. لو انتي عاوز تعملي اللفة كلها، ده حاجة ترجعلك، اختياري ليكي براحتك. هنا هقص بالمقص. طبعا المقص احلى كتير اما انتي تقصي بيه حاجة عن السكينة، لان السكينة ممكن تلزق فيه وتعذبك، اما المقص سريع جدا. احنا هنقطعه يعني ايه، شرايح صغيرة كده، يعني مش كبيرة، يعني مربعات صغيرة. ليه بقى؟ علشان ما تحطي عليه المية السخنة يدوب بسرعة ويسهل عليكي الضرب في الخلاط. زي ما احنا شايفين كده، انا خدت النص اللفة. هقفله كويس قوي قوي عشان ما يطلوش اي مية، وعينه في التلاجة. وساعة ما بتستخدميه بتطلعيه من التلاجة، لكن ما بتسيبوهوش بره عشان جو الساونا اللي احنا فيه ده. طبعا قمر الدين في ناس بتحبه خفيف، في ناس بتحبه تقيل، بس انا بعمله وسط، يعني ما بعملوش لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. خير الامور الوسط. النص لفة اللي احنا شايفينها دي هنبدأ نقطعها. بتقطعيها حتت صغيرة عشان تسهل عليكي لما تدوبيه في المية او تحطي تعمليه في الخلاط. قمر الدين له طرق كتيرة جدا جدا، مش عصير بس. ده بيتعمل خشاف، وبيتعمل عصير، وبيتعمل في الحلويات، وممكن تعمليه مهلبية. يعني له طرق كتيرة جدا جدا. هقطعه وبعد كده نشوف هنعمل ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا بعد ما قطعته مربعات عشان يسهل عليا النقع وضربه في الخلاط، جبت حلة وحطيت المربعات اللي انا عاملاها فيها زي ما احنا شايفين كده. يعني مش مربعات كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، مش شرط تكون قد بعض، عشوائي كده، المهم تصغريها. بعد كده هجيب التحلية. طبعا التحلية دي حسب ما كل واحد عاوز، يعني انت ممكن بتحبي حاجة مسكرة قوي، ممكن اقل تسكيرة شوية، ممكن تضيفي له عسل، زي ما انت عايزة، ده اختياري ليكي. انا حطيت على النص لفة، احط عليها لتر مية 4 معالق سكر بس، لاني مش بحبه مسكر يعني. خير الامور الوسط، لا كده ولا كده. طبعا بتنزلي عليه بمية سخنة، بتعملي شوية مية في البراد، في الكاتل، في اي حاجة تنزلي عليه. انا نزلت عليه بحوالي لتر. والعصير ده ما كانش خفيف قوي ولا تقيل قوي، كان وسط كده. نزلت بلتر مية سخنة وبعد كده سبته مع نفسه شوية. وبعد كده جيت افتح الغطا الحلة، لقيته داب تماما، يعني هو ما كانش حتى محتاج ان انا اضربه. جبت الهاند بلندر ورحت ضربته خالص، ما كانش حتى والله محتاج، يعني ما خدش مني دقيقة وانا بضربه، لان هو لقيته دايب تماما، ما فيش حاجة ظاهرة فيه. وممكن يكون فيه بعض حاجة في الحلة ما دابتش، يعني عامة هو ما خدش مني حتى دقيقة. طبعا هنسيبه بره لحد ما يبرد، زي ما احنا شايفين كده مطلع دخان. اوعي تدخليه التلاجة وهو سخن، بتسيبيه يبرد في التلاجة
اقل حاجة يعني ساعة لحد ما يبرد تماما. بعد كده بقى اشربي زي ما انت عاوز. وده شكله بعد ما طلع من التلاجة. قوام حلو قوي ومظبوط، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. طعمه جميل زي الفل. طعمه مظبوط جدا جدا. وطبعا التحلية زي ما انتي عايزة، ممكن تعملي بعسل، ممكن تحطي سكر كتير، ممكن سكر قليل. طبعا الاكل زي ما احنا عارفين اذواق. عصير منعش حلو جدا. سهل وسريع وطعمه في منتهى الجمال. والقوام بتاعنا مظبوط جدا جدا. بس اهم حاجة ما تحطوهوش في التلاجة وهو سخن، بتضربيه في الخلاط او باي حاجة انت عايزاها المتاحة عندك. بعد كده بتسيبيه يبرد تماما، حطيه في دورة او في ازازة في التلاجة، وبعد كده اشربي منه. عصير منعش وحلو جدا وسهل وسريع وطعمه في منتهى الجمال. هي دي وصفتنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة فضلا وليس امرا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.